Secret of Millionaires. الاسرار دي هي اسرار الناس اللي معاها ملايين. ما بتعرفش تصحى بدري اصلا يبقى مش تبقى انتربرنور، مش تبقى بزنس مان. يعني انا ظبطت المنبه بالليل ان انا اصحى 8 الصبح، واول كوميتمنت واول بروميس وعدت بيه نفسي امبارح بالليل صحيت الصبح 8 الصبح لان عملت سنوز. اول بروميس وعدت بيه نفسك ما حققتوش، فازاي هتبقى ناجح؟ ازاي هتبقى بتاع بزنس؟ ازاي هتكبر اذا كان البروميسز اللي بتوعد بيها نفسك مش ناس تانية بتعرفش تحققها؟ ما بالك بالبروميسز اللي بتوعد بيها الناس التانية. تاني حاجه، لو ما عرفتش توضب السرير بتاعك الصبح برضو مش هتبقى ولا ادم ناجح. يا سيدي انت عندك حد بيوضب لك السرير عشان انت مليونير، او ماما ربنا يديها الصحه بتوضب لك السرير، فلازم تعمل حاجه تانية الصبح تخلصها. الاوبجيكتيف ان انت تخلص حاجه، فلو انت في حد هيوضب لك سرير يبقى روح الجيم، عشان انت لو ما قدرتش تصحى الصبح ولو ما قدرتش تخلص حاجه مطلوبه منك الصبح بدري مش هتقدر تخلص حاجات كتيره في حياتك مطلوبه منك. انا اصلا بقى حياتي اتغيرت لما بقيت اصحى الصبح بدري. انا زمان كنت بروح الشغل الساعه 2، اروح الشغل هما بيتغدوا وانا اطلب فطار فول وطعميه، فانا اصلا حياتي اتغيرت لما بقيت اصحى بدري، مش حاجه غير كده. الحاجه التانية والاهم بقى، لما تصحى الصبح وتظبط المنبه وتوافق ان انت keep your promises وتروح الجيم، وبعد ما تلبس لازم تبص نفسك في المرايه وتشجع نفسك، لان انت مش هتنزل تلاقي كل العالم مستنيك قدام البيت بيقول لك ايه الحلاوه دي، فانت قول لنفسك ايه الحلاوه دي. فاصحى الصبح وكيب يور بروميسز واعمل فينيش سامثينج الصبح بدري، وبص لنفسك في المرايه وشجع نفسك. النهارده يوم جميل جدا، النهارده يوم ما حصلش، النهارده انا هعمل احلى حاجه في حياتي. ايه ولا الحلاوه دي، ايه ولا الجمال ده. الحلقه خلصت.